محمد رحيم أخويا مات فجأة، عمل لي أغاني حلوة كتير. يلا نقرأ له سورة الفاتحة علشان تبقى سيئة جارية. الله، أنا قلت سيئة جارية؟ مش قلتلكم يا جماعة أنا ما بعرفش أتكلم وحاسكت أحسن؟ في عودة طال انتظارها، أحيت النجمة شيرين عبد الوهاب أولى حفلاتها بالكويت بعد أزمتها الأخيرة مع شركة روتانا، وسط استقبال حافل من جمهورها اللي اشتاق لرؤيتها على المسرح. وكعادتها جمعت شيرين بين الأداء المميز والعفوية التي لطالما أحبها جمهورها. خلال الحفل وأثناء حديثها مع الجمهور قالت شيرين: يلا نقرأ الفاتحة لمحمد رحيم، خلينا نعمل سيئة جارية. يا لهوي اتلخبطت، وده أثار موجة من الضحك بين الحضور. قالت بطريقتها العفوية: قلتلكم ما تخلونيش أتكلم في المايك، أنا فضيحة. حرص على حضور الحفل لدعم شيرين بناتها هنا ومريم، وكذلك صناع ألبومها الأخير بتمنى انساك، عزيزي الشافعي وتومة ومحمد مدين وبهاء الدين محمد، وكمان طبيبها المعالج نبيل عبد المقصود. الحفل شهد تفاعل واسع من شيرين، ووجهت تحية خاصة للبنان، وأعربت عن أمنيتها ليهم بالاستقرار، وقدمت أغنية بحبك يا لبنان. رفضت شيرين تقديم أغنية مشاعر خلال الحفل رغم تكرار الطلب من الجمهور، واعتذرت ليهم وقالت لهم إنها مش هتقدر تغني الأغنية دي بالتحديد لأنها ممكن تعيط. على هامش الحفل عبر طبيبها عن سعادته بعودة شيرين لحياتها الطبيعية، وقال: شيرين بتتربع على عرش الطرب العربي، وأبدعت في الحفل وكانت في منتهى التركيز، ونالت استحسان الجمهور واستعادت ثقتها ومكانتها الفنية. شيرين قدمت باقة من أشهر أغنياتها زي أغنية يا ليل ومين اختار وصبري قليل وأنا مش بتاعت الكلام ده ونساي وكتير بنعشق وغيرها من الأغاني.